السلام عليكم. دوزو معايا نصاوبوا اسهل الحلوى اللي كتوجد في اخر لحظه، اللي عندي فيها اللي كتجي غزاله وسهله. عندي هنا فيها كيلو و200 غرام ديال الكاوكاو اللي غادي نحمرو في الفران وغنفسخو وغادي نهرمشو في المونينكس. ما طحنوش بزاف، غير هرمشوه بهذه الطريقه هذه، ما يكونش مطحون بزاف. هنايا غادي ناخذ العسل ديالي اللي غنزيد له واحد الساشي د الفاني. بغيتو تخليوها غير هكاك خليوها، لي دفيتها حيت الحال بارد بزاف. دفيتها وغادي نعجن بها، وما تخليوش العجينه ديالكم قاصحه، خليوها شويه باش مازال غادي تشرب. هنا غندير بلاستيكه فوق الجليجه باش نخدم بسهوله، وغادي ندير بلاستيكه في الاسفل وبلاستيكه من الفوق، وغادي نسرح العجينه ديالي بالمدلك ولا الخليط بالمدلك، وغادي نكون مربع. هنا من بعد ما نكون مربع يكون مقاد، ما فيش جهه غليظه وجهه رقيقه، يكون بحال تقريبا فيه واحد نص سنتي في العلو ديالو. هنايا غادي ندوب هاد الشكلاط هذا الكالا، ندوبو في البان ماغي. وعندي الشكلاط الابيض حتى هو باش غندير الخطوط. هنا من بعد ما غادي ندير واحد الطبقه لهذاك الصفيحه اللي صايبت، غندير له واحد الطبقه ديال الشكلاط. وراه الحال بارد بزاف، ما كيخليكش ديري الشكلاطيه تيجمد. هنا غادي ندير نلصق عليها بلاستيكه وغنقلبها كما تتشوفوا. يلا انا كنصاوب هو جمد، ولكن باش نصاوب الوجه الحلوى انا غادي نسخنو في الفران. بهذه الطريقه هذه غندير الصفيحه في الفران بكلشي، غتسخن لي عاد ندير الشكلاط باش يخليني نخدم على خاطري، ما يجمدليش الشكلاط وانا مازال ما درتش الخطوط البيضاء. هنا من بعد ما درت له هذه الطريقه خدمت على خاطري وبقيت كنتسناه يبرد. هنا غندير واحد الطبقه اللي تكون شويه غليظه بالجهه الفوقانيه بالشكلاط الاسود، وعاد غادي نزيد خطوط بالشكلاط الابيض يكون حداك موجده في البلاستيكه. هنا غندير الخطوط اللي كثيره بحال هكا بواحد الكاغدو، غادي ندوز عليه هكا، غندي ونجيب باش نكون على داك الشكل ديال الرخامه. صافي هنا غادي نحيد له داك، غادي نخليه يبرد، غنحيد له داك الجنيبات ديالو وغادي نقطعو بشكل نتيا القياس اللي بغيتي. راه ما كاين ما سهل من هاد الحلوى هادي. تبعوا معايا المراحل حتى للاخر، وما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه، والتفاصيل كتر راني حاطه الفيديو في القناه في اليوتيوب. هنا غادي نقطع انا بهذا السمك، وما تنساونيش بلي الاشتراك في القناه واللايك.